حبايبي الحلوين، وحشتوني قوي قوي. نكمل سلسلتنا بقى زي ما كملنا السلسله اللي قبل كده ان شاء الله في تنظيف الاجهزه، وقسمنا الايام بتاعتنا. طبعا انتوا شفتوا ان انا كنت عند والدتي وكنت بعمل شقتها، علشان كانت الاوضه فيها شغل كتير ونظافه كتير، فالفيديو لقيته هيطول عليكم. فالصراحه ما حبيتش ان انا اخليه اطول من كده، حبيت ان الفيديو يكون خفيف كده وقصير علشان تحبوه يعني. كملت بقى ان انا دخلت كده على الصاله. بصوا الصاله كانت برضو متبهدله ومناديل والدنيا معكوكه، ده كمان في حاجات يعني شنط وكده انا شلتها. هغير لها بقى النظام. بصوا كانت زي ما ركزوا بقى معايا، ركزوا كده الانتريه محطوط فين والركنه محطوطه فين، علشان خاطر انا هغير كل اللي انتوا شايفينه ده، هغير لها النظام يعني. حسيت كده ان البيت فيه ملل، وطالما فيه تعب في البيت تحسوا بيبقى فيه اكتئاب، فيه وخم، فيه ريحه كده في البيت. فاهمين انتوا اكيد يعني، اللي بيبقى بيعدي بالمرحله دي بيبقى عارف. وبعدين هي طبعا يعني انا بروح وبمشي، اختي بتيجي وتمشي كده يعني، كل واحد بيروح مثلا يومين ويمشي، فتحسوا البيت برضو بيبقى ساكت، مش زي لما بيكون في دوشه كتيره واولاد فالدنيا بتبقى هاديه. لازم بقى انت تعملي كده وتفوقي الدنيا وتغيري يعني. انا اصلا بحب التغيير جدا، لما تتابعوني ان شاء الله هتعرفوا ان انا بحب التغيير، ان انا اغير كتير قوي يعني. على العيد لازم اغير نظام السراير، اي حاجه يعني كده. هنا بدأت اغير بقى الركنه، كنست بقى وبكنس وبمسح يعني اول باول كده. وهغير بقى مكان الركنه وشكلها خالص يعني. حاولوا تركزوا عشان تعرفوا كده الاول احسن ولا لما انا غيرتها كده احسن. عايزه اعرف رايكم، قولوا لي رايكم كده، اللي انا عملته كده احسن ولا الاول؟ ولا مثلا لو شايفين راي تالت برضو يعني، لا الاول ولا اللي انا عملته، قولوا لي اعمل ايه او ارجعها ازاي، اغير ازاي، وانا ان شاء الله باذن الله هبقى اعملها مره تاني يعني. بصوا انا هتغلبني شويه لان انا نسيت ان انا بصوا رصيتها وافتكرت ان في قطعه مش هينفع. بصوا، لا 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 لا، ارجعي 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 بسرعه. هرجعها تاني وهحاول اظبطها. احنا يا بنات بنبقى تعبانين في بيوتنا وجايبين اخرنا وعايزين نروح نرتاح شويه عند اهالينا او في بيت اهلنا، بس برضو هم ليهم حق علينا يعني. انا والدتي ست كبيره ومبتقدرش تخدم نفسها اصلا ولا تعمل لنفسها اي حاجه، فانا واخواتي بنقسم نفسنا. في بقى اللي بيجي اللي هو بيشيل ويعمل زي ما انا عملت كده، وفي اللي هو من على الوش يعني على قد ما بيقدر يعمل. فانا الصراحه من الناس اللي مش بحب ان انا اكروت يعني، اللي هو اكنس ومش عارفه لا، بحب بقى لو عملت بمسك زي كده بنفض المكان الصراحه يعني. بحب اشيل بقى وامسح وانضف واقلب الدنيا. ما بحبش اللي هو اكنس بالمقشه وشكرا انا كده عملت الحمد لله وخلاص. لا لا لا، ما بحسش ان انا عملت اصلا. انا لازم اشيل من الحاجه من مكانها وانفض وامسح كده انا كمان يا جماعه كان نفسي ان انا يعني يكون انا بس معايا كمان بنتي صغيره تعبانه، والله غلبتني كذا مره، كنت بفصل واقعد اسكتها واديها دواء ومناخيرها مقفوله. ربنا يشفي ولادنا يا رب ويحفظهم. والله غلبتني على ما خلصت اصلا الشقه. فكان نفسي اللي هو ادلق بقى ميه بكلور في ديتول كده، فاهمين، وامسك بقى بالفرشه كده ولا بالمقشه وانضف وامسح. بس والله بجد فعلا معرفتش يعني، عملت على قد ما اقدر. في حاجات كمان لسه عايزه تنضف، بس انا حاولت ان انا الم الدنيا في اليوم ده. حاولت ان انا اعمل على قد ما اقدر واقفل الدنيا في اليوم ده كده، وبعدين ابقى اكمل تاني ان شاء الله. لو حابين اكمل عند والدتي معاكم روتينات قولولي، علشان ان شاء الله باذن الله في فيديو بعد ده تاني هينزل للمطبخ وانا بنضفه كله وبرتبه. بس يعني انا مشيت الدنيا كده بحاجات موجوده،
عايزه بقى ان شاء الله باذن الله رايكم ان انا اغيره، وقولوا لي ابدا اغير فيه ازاي او اجدده ازاي. عايزه اخد رايكم برضو اجدد في المطبخ ازاي ان شاء الله. استنوا بقى الفيديو الجاي عشان تقولوا لي ان شاء الله نعمل ايه مع بعض وايه التغييرات اللي ممكن اعملها يعني. مسحت هنا كده ونضفت برضو بعد ما كنست. بصوا كده بقى منظر الركنه، هو اتغير، بدل ما كانت الناحيه اللي هناك انا جبتها الناحيه دي، فاهميني؟ هو يعني ممكن تتلخبطوا انتوا في العدله بتاعتها. بس بصوا، هي الاول كان في المكان اللي هنا ده عند باب الشقه كان كرسي الانتريه، فانا خليت الركن هي اللي عند باب الشقه كده، عكستها، فاهميني؟ وحطيت بقى الكنبه هي والكرسي الناحيه التانية. انا كنت عايزه انضفها لها بالفرشه المره الجايه ان شاء الله. هبقى اعملها معاكم بالممسحه. الممسحه الصراحه بتخلي الانترهات ركنه سجاد، بتخليها بتبرق. والله العظيم الممسحه دي سحر، جميله. لو شفتوها معايا الناس اللي تابعتني من اول ما فتحت القناه، كنت منضفه بيها الرخامه والبوتاجاز، كان مغلبني الاستيكر مش راضي يطلع. الصراحه هي اللي خلت الاستيكر طلع معايا. عندكم الفيديو ده موجود على القناه اللي عايز يشوفه. فان شاء الله باذن الله هبقى اجيب الممسحه مره معايا وهعمله لها، لان انا المره دي نفضته بس علشان بس انجز وقت يعني. وزي ما قلت لكم بنوتي تعبانه، فقلت ان انا ايه امسح كده واروق الدنيا على قد ما اقدر. وان شاء الله المره الجايه باذن الله ان شاء الله نكمل مع بعض في حاجات كتيره يعني. ايه، انا ما كنتش حابه ان انا اسيبها كده، وكنت عايزه انضفها اكتر، بس حاولت ان انا امشي الدنيا يعني. حبايبي بقى، مين اللي هيدخل لي في التعليقات ويقول لي تسلم ايدك، او حلو، او ده وحش، او يعدل لي في اللي انا بعمله؟ لو شايفين اي حاجه قولوها لي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لو وصلتي لحد هنا معايا يا ريت بقى لايك جميل كده زيك، وتكملوا الفيديو للاخر وتشجعوني، علشان باذن الله نعمل مع بعض حاجات احلى واحلى. احنا بنشجع بعض زي ما قلت لكم، مش اكتر يعني. في حد ممكن زي كذا مرة اقول لكم يا بنات، ممكن ندخل فجأة نلاقي حاجة قدامنا هي دي اللي تكون سبب تغيير حياتنا، سبب تغيير مسار طريق حياتنا، او الاكتئاب اللي احنا فيه، او الحزن، او ان انا مخاصمة حد. مش مستاهلة الدنيا، مش مستاهلة يا بنات خالص ان احنا نخاصم اي حد، ولا نخاصم حماتي، ولا خاصم سلفتي، ولا دي شتمت عليا، ولا دي قالت. لا 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 لا، والله الدنيا ما مستاهلة ابدا ابدا. تهادوا يعني، نحب بعض ونهادي بعض بأبسط حاجة عندنا ممكن نتهادى بيها. هادي الإنسان اللي قدامك بأي حاجة، بكلمة حلوة. هو شرط بهدية وفلوس؟ لا، شرط ان انا ادخل عليه عنب وحاجة ساعة والكلام ده. يا سلام يا سلام، والنبي جعت. مش شرط يا بنات خالص ان انا لا ادخل بفلوس، ولا ادخل بحاجة ساقعة، ولا فاكهة. لا والله، ده انا ممكن ادخل اكبر خاطرك بكلمة حلوة لله، وتبقى زي الفل. وتبقى انا بالنسبة لي والله بحب اللي يكبر خاطري بكلمة، مش عايزة اللي يكبر خاطري بفلوس، ولا عايزة حد يعني. كفاية سؤال الناس عليا، لو الناس سألت عليا دي عندي بالدنيا، دي كنز. احسن ما ممكن يكون جايلي وجايب لي حاجات قد كده او فلوس، وهو اصلا من جواه مش حاببني، من جواه مش طايقني، من جواه مش قابلني وبيتكلم عليا وحش. وممكن يكون معهوش اي حاجة وداخل عليا فاضي، بس بيقول لي كلمة بصدق وبيحبني وبيخاف عليا وجاي فعلا يسأل عليا ويطمن عليا. دي عندي بالدنيا، بالدنيا والله العظيم. عارفين يعني ايه قيمة ان حد يسأل عليك بحب؟ دي اهم حاجة في الدنيا. ربنا يرزقنا يا رب حب الناس والقبول بين الناس يا رب، اللهم امين. ويسترنا في الدنيا وفي الاخرة.
ويجعل ايامنا كلها خير يا رب، اللهم امين ان شاء الله. واشوفكم في فيديو جديد وروتين جديد، وشجعوني بقى، واشوفكم على خير باذن الله المره الجايه. مع السلامه حبايبي، وشجعوني واستنوا الفيديو اللي بعد كده. ما تنسوش استنوا الفيديو اللي بعد كده. يلا سلام.